حكاية قديس وشهيد قصتنا النهاردة عن القديسة بيلاجيا. قديسة بيلاجيا اتولدت في أنطاكيا من أسرة وثنية كانوا بيحبوا عبادة الأوثان جدا، وهي برضو راحت اتجهت لطريق مش صح وهو طريق النجاسة. حوشت فلوس كتير جدا. بعد كده قابلها الأسقف القديس بولس وكلمها عن ربنا كلام كتير جدا، فاتعظت وآمنت برب المجد يسوع المسيح، وكمان اتعمدت واتناولت من الأسرار المقدسة، وفضلت عايشة حياة الطهارة والنقاوة باقي عمرها، ولبست زي رجالي وذهبت إلى أورشليم على إن هي راجل، لأن قررت إنه تعيش باقي حياتها مع رب المجد يسوع المسيح. وقابلت هناك القديس الإسكندروس بطريرك أورشليم وكلمته، فخدها وداها لأقرب دير رهبان هناك، وعاشت هناك في الدير 40 سنة في صلاة وصوم وقرب جدا من ربنا. كانت مغيرة اسمها ومسمية نفسها بيلاجيوس، وبعد كده عاشت في مغارة تاني لمدة 3 سنين لوحدها وتنيحت بسلام. ولما تنيحت اكتشفوا انه هي كانت امرأة ما كانتش رجل، وبعد كده دفنت بسلام. وبركة القديسة بيلاجيا تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.